اهلا بيكم في حيتان الافلام في فيديو جديد. ملخص الحلقه الثانيه من المسلسل الكوري أليس إن بوردرلاند، وبتبدا الحلقه باوساكي اللي كانت واقفه من مكان عالي وبتفتكر موقف لابوها، بتقول له اوكي يا بابا سأنجو. بنشوفها ماسكه ورقه كوتشينه، وبنرجع نكمل اللعبه وبنشوف ان الطرق لسه فاضيه ما فيهاش صريخ ابن يومين، وبنلاقي اريسو بيحاول يشغل عربيه واقفه لكنه ما عرفش يشغلها، وبيشم ريحه طعام متعفن في العربيه، وده دليل على اختفاء اصحاب العربيه ديت زي ما كل الناس اختفت بقالهم فتره. وقرر اريسو واصحابه انهم يحصلوا على اي حاجه ممكن تنفعهم، واكتشفوا ان كل الاجهزه الرقميه زي الكاميرا والشاشه والساعات مش شغاله، يعني اي حاجه بتشتغل بلوحه الكترونيه مش شغاله، لكن جهاز الراديو القديم شغال، وبيفتكروا انهم ممكن يكونوا داخل هجوم كهرومغناطيسي وقادر يعطل كل الاجهزه، لكنهم ما كانوش عارفين الموبايلات اللي معاهم شغاله ازاي. وبعدها قعدوا كلهم ياكلوا ويشربوا ويحكوا شويه عن نفسهم، وطبعا البنت شيبوكي كانت معاهم، وهي برضه بتحكي ان كل شيء اختفى فجاه ومش عارفه السبب، وانها جت المكان ده من 3 ايام واجبروها للانضمام للعبه بدون مقدمات زي كل اللي اشتركوا في اللعبه، وان كل اللي كان موجود ماتوا ما عدا انا. اتهمها كروبي انها استخدمت الناس ديت كطعم علشان تعيش، وهي ما انكرتش بصراحه، واعترفت بكده وحكت لهم عن اللعبه اللي لعبتها. لكن اريسو بيقول حاجه خطيره جدا، ان الناس اختفوا امبارح بالنسبه ليهم، لكن بالنسبه لشيبوكي كان من 3 ايام. طبعا كده في فرق توقيت غريب، وقال ايا يكن، بس الحاجه الوحيده اللي نعرفها دلوقتي ان في سيد او رئيس للعبه دي، وان في حد ابتكر اللعبه ديت وانا متاكد من كده. وشبوكي بتقول انها سمعت اشاعات عن مؤسسه اوروبيه عايزه تعمل تجارب في مساحه واقع افتراضي، وانهم بيحاولوا يصنعوا عالم مطابق للعالم الحقيقي. وفجاه تشوتا حس بالم رهيب مكان الحرق اللي حصل، وبعدها تشتغل الكهرباء في مجموعه عماير وبنايات، وبنشوف اوساكا داخله عماره، وبنكتشف ان في اشخاص تانيين واقفين جوه العماره ديت، وبتاخد اوساكا موبايل وتستنى ميعاد اللعبه. ويدخل كمان اريسو وكاروبي اللي قرروا انهم يكملوا اللعبه لوحدهم علشان صاحبهم تشوتا متصاب، وقفوا كلهم مستنيين ميعاد اللعبه. واللعبه عباره عن لعبه جسديه القوه فيها هي كل شيء، وبيقول لهم واحد تاني اسمه نيتوب عن انواع اللعب، وان رموز الكروت بتوضح كل حاجه. رمز الثباتي بيشير لمعركه جماعيه، ورمز الديناري بيشير لمعركه ذكاء، ورمز الكوبه وده اخطرهم ده عباره عن لعبه خيانه، يعني تلعب بقلوب الناس. والأرقام بتشير لمستوى الصعوبة، كلما كان الرقم أكبر كان الفوز أصعب. وجت رسالة بلعبة المطاردة، وقواعدها إنك تهرب من المطارد، لكن مين المطارد ده محدش يعرف. وشرط الفوز باللعبة هو اكتشاف المنطقة الآمنة المستخبية في إحدى الغرف في العمارة خلال المهلة المحددة. اللي هيفوز في اللعبة هو اللي هيحقق الهدف، والمهلة هي 20 دقيقة، وبعد ال 20 دقيقة هتنفجر القنبلة اللي موجودة في المبنى. وخلاص فاضل دقيقة على بداية اللعبة، والناس كلها بتنتشر في المكان علشان يختاروا نقطة الانطلاق. كل ده وتشوتا مصاب وقاعد مع شيبوكي في البيت، والواد تشوتا بيعجب شيبوكي واديت له شوية حنان. ونرجع نشوف الشباب كلهم متوزعين في العمارة، وبدأت اللعبة، والمطارد بدأ يتحرك، والمهلة 20 دقيقة. ووصل المطارد وكلهم سامعين صوت وخطواته ومرعوبين جدا، وبدأت أوساكا تجري لأنه كان قريب منها وتنط من على السور. وعدت 3 دقايق ووقعت أول ضحية، اللي وقع ميت قصاد أريسو وكاروبيه وصديقهم نيتو. وظهر المطارد ومعاه مسدس رشاش، وكان لابس قناع حصان، وصوب مسدسه على أريسو وضرب نار، وهم هربوا منه بسرعة وهم مرعوبين، ونزلوا دخلوا غرفة تانية، وبينزل وراهم المطارد لكنه نزل على طول وما خدش باله منهم، وان توب كان هو الضحيه التانيه. في واحد تاني حاول يهرب بس شعاع الليزر بيقتله على طول. ولسه المطارد ماشي في المبنى وعمال يقتل ضحاياه، واريسي وكاروبي واقفين يفكروا يعملوا ايه وهيهربوا ازاي، لكنهم بيكتشفوا ان المطارد ما شافهمش لانه بسبب القناع ما بيقدرش يبص لفوق، ودي طبعا نقطه ضعف في المطارد. فبسرعه جري اريسي وبلغ الناس كلها ان المطارد نظره ضعيف، وانه دلوقتي في الدور الثاني، فكله يحاول يلاقي المنطقة الآمنة. وأوساكا بلغت إنه في الدور الرابع، وعرفت أوساكا تهرب من المطارد اللي قتل واحدة تانية، وطلعت على مواسير للدور اللي فوقيه. ودلوقتي فاضل 8 دقايق و7 ناجيين، والمطارد بيضرب نار على واحد تاني في الدور اللي تحتيه، وأريسو يروح له وينقذه. وجه واحد تاني اسمه أريغو مع صاحبه علشان يتفقوا مع أريسو وكاروبيه على اصطياد المطارد. وظهرت لهم أوساكي بتقول لهم كله ينتشر في المكان للبحث عن المنطقة الآمنة، وخلاص فاضل 5 دقايق. واريسو واوساكا بيحاولوا يلاقوا المنطقه الامنه دي. اتفق كروبيه على خطه للقضاء على المطارد، وعملوا كمين وظهر المطارد فعلا وقتل واحده منهم، وكان على بعد 2 متر بس من كروبيه.
ولما شافه هجم عليه أريغو هجم عليه بطفاية حريق وخلى المطارد يضرب نار عشوائي وما كانش شايف قدامه. ولما الخزنة بتاعته خلصت ضربوا كروبيه بالطفاية، وقفوا هما الاتنين قصاد بعض وجها لوجه، وبدأ الضرب بين أريغو والمطارد، ده يضرب والمطارد يضرب، وكروبيه ضربه بالمطوة في كتفه بس حدفه على الأرض، وطلع سيف من جيبه وبيهجم على كروبيه وهو حاول يفلت منه، بس في الآخر السيف جه في جنب كروبيه ونزف دم، ويقوم أريغو يضرب المطارد ويقوم تاني، وأريسو لسه بيحاول يلقى المكان الآمن. وخطرت في باله فكرة إن المطارد لما ضرب نار على الغرفة اللي تحت الباب ما تأثرش ولا حصل له أي حاجة، معنى كده إن الباب ده أمان. واكتشفوا في الآخر إن باب الغرفة هو المنطقة الآمنة. وفاضل 3 دقايق وأريسو خايف يفتح الباب، ففتح الباب والباب اتفتح معاه، ودخل هو ورفيقه اللي هيبقى ليه دور كبير قوي في المسلسل الحلقات الجايه. دخلوا اللعبه، ولما دخلوا لقوا مطارد تاني كان مستخبي جوه الشقه، طلع هجم عليهم بس رفيقه صعقه بجهاز صاعق كان معاه، ووقع المطارد على الارض وضرب عليهم نار تاني وهربوا منه. وأريسو دخل غرفه تانيه شاف فيها زرارين كل واحد على حيطه ومكتوب عليهم انك علشان تفوز في اللعبه لازم تضغط على زرارين مع بعض. وصرخ أريسو وقال ان المنطقه الامنه هي شقه 406، وانا مستحيل ان افوز لوحدي، عايز حد معايا، لازم وجود شخصين علشان نفوز. ولسه أريغو ماسك المطارد الاولاني، ودخل المطارد التاني على الاوضه اللي فيها أريسو، وفاضل دقيقه على النهايه، وضرب على أريسو اللي حاول يدافع عن نفسه، وهجم هو كمان عليه، وضرب النار بقى عشوائي ومسكوا ببعض، وصرخ علشان حد يساعده. وأريغو نازل ضرب في المطارد الاولاني وكروبيه متقلب من جرحه. وفاضل 30 ثانيه، المعركتين شغالين، أريسو في معركة وأريغو في معركة تانية. وأخيرا وصلت أسوكا للغرفة عن طريق الشباك، وصاحبهم حدف لها الصاعق وكهربت بيه المطارد ووقع على الأرض. وفاضل 5 ثواني، وقام بسرعة أريسو وأوساكا مع بعض وطاروا على الزرارين، وفي آخر ثانية قدروا يضغطوا على الزرارين في وقت واحد، وكل حاجة وقفت والقنبلة ما انفجرتش، وكلهم عاشوا. ووصلت رسالة تهنئة بالفوز في اللعبة. والمطارد طلع واحدة ست من المشاركين في اللعبة، بس انفجر الطوق اللي كان متعلق في رقبتها وماتت في ثانية. ونشوف أريغو هو كمان قضى على المطارد اللي معاه، وانتهت اللعبة على كده. وبيسمع كروبيه جهاز لاسلكي بيتكلم عن جواب معين، فقال له انت مين؟ سمعني انت بتقول ايه؟ وايه الجواب ده؟ وجه الرد بان الجواب بين ايدينا دلوقتي ولازم ترجع للشاطئ. فاستغرب جدا كروبيه من الرسالة ديت، خصوصا انه مش عارف بيتكلم مع مين، ولا عارف معنى الجواب ده ايه، وشاطئ ايه اللي المفروض يروح له. وكمان أريغو اختفى من المكان فجأة، والرسالة لسه بتقول عد إلى الشاطئ، عد إلى الشاطئ. وعلشان نعرف باقي الحكاية تابعونا على حوت الأفلام علشان تشوفوا ملخص الحلقة الثالثة من المسلسل ونعرف أسرار كتير عن اللعبة. بس ما تنسوش تضغطوا لايك للفيديو وتقولوا رأيكم في الكومنتات. وفي الختام أحلى سلام من حوت الأفلام.